شفنا في ملخص الحلقات اللي فاتت ان وانج عمل فيها عم العيان واصحابه راحوا له عشان يدوله اسوره يقيس بيها قوته الروحيه عشان يتاهل لمسابقه السي، ومن كتر قوته الجهاز ما بيعرفش يقرا الرقم اصلا بس بيخليه مركز اول وبيدخل المسابقه هو وشلته الحلوه بقى دي ومعاهم الكلب كمان ضد عيال من فصيله تانية. وشفنا زعيمه فصيله الظل وهي بتعمل المستحيل عشان تخلص على سون، وشفنا كمان التمارين والبلاوي اللي حصلت فيها لحد لما وصلنا للمسابقه نفسها. لو متحمسين تعرفوا اللي هيحصل في ملخص النهارده تابعوا الحلقه، ما تنسوش اللايك الجميل اللي بيدعمنا كتير، وقبل اي حاجه ما ننساش نصلي ونسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وبيحصل فلاش باك لوقت ابوه ما حط له التميمه وامه لحظه انه ما بيتكلمش فقال لها عشان بتثبت قيمه قوته وفي نفس الوقت بتخليه يفقد الشغف. وبنرجع للمسابقه والطلبه لما اختفوا نزلوا في مكان فاضي زي الصحراء كده بس ما بيلاقوش هي معاهم، فالبت قالت لهم ان قوته مختلفه عنهم فالارسال مقطوع عنه لازم يخلوا بالهم على نفسهم بقى لما يجي. وبتكون شايفه اعضاء الفصيل 60 كمان وقالت لهم ان تشين نزل جنب هيكل المعدن وسون جنب هيكل الميه والكلب جنب النار، وبتلاقي هي كمان نزل معاهم في نفس المكان. وبيجي واحد بيقف ورا الكلب وسأله على اضعف واحد فيهم، والبت لاحظت ان قوه وانج بقت صفر ومش عارفه تراقبه. يا لهوي ده اتهبط في الارض جنب هيكل الخشب وكده ناقص جو وبيكون مستخبي ورا تل وسامع كل حاجه، وفجاه تانج بيرشق سيف في دماغه بيفشفشه وقال لها تسيبها منه بقى وتروح لتشين عشان ياخدوا هيكل المعدن وتسيب له سون عشان عايز يصفي حساب قديم معاها. وجو شايفهم وخايف من قوتهم وبيكون معاه عرايس صغيره كلفوه ثروه ومش عايز يخسرهم وقال استناني بقى يا وانج بدل ما نكسبهم هنزود مشاكلهم. اصحى للكلام. وفجاه بيعلنوا ان الفصيل 60 استولى على هيكل التراب، فتشين بيحاول يعمل حاجه بقى بس الدنيا بتبقى كلها خريف حواليه وورق الشجر بيغطيه، وبيوصل عند الهيكل ومش عارف يعمل ايه وبيلاقي شياوبي قالت له حط سيفك في الفتحه وقالت له عايز ايه يلا الهيكل ده بتاعي، فقال لها ان عيلته ما بتقاتلش البنات بس اعملي 3 حركات ضدي عادي كده، فما عملتش حاجه وقالت له يلا دورك. وبيبص لقى شبكه اتعملت حواليها وخليته بقى هو اللي يضرب نفسه ويدب راسه في الارض كمان، وقالت له ان الشبكه بتتحكم في جهازه العصبي ودول بيكونوا مراقبين الوضع والواد بيصعب عليهم. وبنروح لهي وبيكون ضد الكلب وبيحاول يعضه فبيطلع طاقه صعبه جدا وبيهجم عليه بس بياكل الطاقه السلبيه ابن الايه وبيستخبى منه. والواد ده بيوصل عند وانج بيلاقيه متكوم، قال مش مهم اخد الهيكل الاول. بيسمع الكلب بيضحك وبيقول انه لو كل الطاقه السلبيه اللي هتطلع من قتالهم دي هيقدر يحرر نفسه، فقام بقى والتاني لسه هيمسك سيفه جو جه وحدفه ببتاع كده بعدوا عنه وبيهجموا على بعض بقى وهاتك يا ضرب وهو واقف تحت زي الصنم، وسون بتقف وسط الميه وعايزه تستولى على الهيكل في اسرع وقت عشان جو في ورطه. وفجاه تانج بيبعت لها 2 عجاب وبيقدروا يعملوا شقلباظات حواليها، فقالت له لسه زي ما انت مكار، فقال لها وانت كمان شاطره زي ما انت. تعالي بقى ننسى اللي فات، احنا مهما كان عائلتنا مرتبطين ببعض من الاف السنين ولا ايه. وجي يجيب سيره حد من عيلتها راحت خرساه قالت له وما تجيبش سيره حد منهم على لسانك المعفن ده يالا، وراحت قلباله البت تنين ومطلعاها بقى من قلب الميه، فقال لها لو عايزاني اسكت اكسبيني الاول، ورجعوها مكانها بسيفهم. وبيعلنوا ان فصيل 59 استولى على هيكل التراب كمان، وهي قال له انه واجه الكلب وكان عبيط خالص فقال له تعالى بقى عند هيكل الميه حبيبي هتقابل حد كنت عايز تقابله، وقال لها انه عرف مكان الكلب من خلال شياوبي اللي بتعرف كل تحركاتهم ولازم تنجزي بقى والا هنستولى على هيكل تاني قريب. لا وايه في ساعتها بقى بيعلنوا ان فصيل 59 استولى على هيكل المعدن كمان وبيقف يضحك عليهم زي المجنون. فبترجع البيت اللي جنبها سيف وفجأة بيلاقوا تلج نازل عليهم وكده السيف مش هيعرف يعمل حاجة بس بيتخض عشان التلج بيملى الدنيا حواليهم، وحتى سون بتتشقلب في وسط التلج بس يا نهار اسود دي بتضرب بسيفها تفشش امه. وبتطلع بقى للتاني واديله ادي وبتتعصب عشان كل ده ما جرالوش حاجة، فقال لها بصي بصي ده هيجي، ولسه بتبص وراها لقت السيوف متحدفة عليها والوضع شكله مش في صالحها خالص، وقالت بس انا اشوف لي هيكل تاني بدل ما ابهدل نفسي معاهم. بس ابن الايه
البيه ده قفل البحيره عشان ما تهربش وطلع لها طاقته السلبيه اللي فرحان بيها، وفجاه سمعوا صوت واتعمل شعاع في السماء والدنيا كلها اتهزت حتى التلج اتكسر. فبيروح يدور على القوه دي جايه منين علشان واضح انها اقرب منه. اللي هقوله بعد ما نكسب هحقق لك امنيتك، وبيدخل سيفه في الفتحه وبيبدا العد التنازلي. وفجاه قالوا ان الفصيل 60 استولى على هيكل الخشب بعد ما كانوا خلاص هيكسبوا، وبلغوا سون ان وانج والكلب اندمجوا بقوا عبقري دلوقتي، وبقى في كائن عجيب واقف محدش فاهم ايه ده. واللي حصل بقى ان البيه ده بيقاتل جو وبقى يحدفه بكلمات خشب كده ويكسرهم، والتاني مش عارف يعمل ايه، وعشان ما يعرفش عنه معلومات كتير وكده الخدعة هتتعمل على الفاضي لو ما عملهاش الهدف صح. والكلب بيبقى بيسحب القوة الروحية اللي بتتسرب منه كل ما يقاوم. وحاجة اخر حلاوة خالص، بس لقى وانج قاعد قال يخرب بيت كده، ده ايه اللي جابه ده؟ وده بقى راح له وقال له استناني هنا يالا، واداله بالرجل ووقع. يا ابني ما ينفعش تفضل ضعيف كده يا ابني. راح حدفه بجملة خشب تاني وقال له انا عشان شخص تاني عندي مليون كلمة ادافع عنه بيها. ده ايه حرب الكلمات دي يا جماعة؟ والكلب بقى بيتسحب والتاني كمل عليه برضه، ما بقاش ملاحق من كتر الجمل ونازل فيه شتايم. ووانج بيقول هو عارف ان التميمة مش هتشتغل كتير علشان كده مش قادر يظهر قوته الروحية، وكل لما درى نفسه الناس فهمته غلط اكتر. بس في شعور غريب جواه كده وخلاص التميمة هتتعطل وفجأة كل طاقته بتطلع عليهم. فالكلب جري وعضه عشان ياخد الطاقة دي، والتاني مش عارف بيعض زميله في نفس الفريق ليه. والكلب ما بقاش مستحمل كمية الطاقة اللي طالعة منه دي، ده طاقته انفجرت فيه لحد ما هو والكلب بقوا واحد لا مؤاخذة يعني. فالواد شاف قال ايه حلوة الحيلة دي، انسان على شكل كلب، وقعد يتريق عليه. فجاله لمس السيف بس بصبعه اتفشفش حرفيا، فحط ايده على كتفه وقال لا مؤاخذة يا صاحبي ما كانش قصدي. الواد طار كأن تريلا شاطته، وجو بقى شايف ان هو اللي عمله كده ومجهوده ما راحش على الفاضي والحيلة نجحت، فخده على قد عقله وراح استولى على هيكل الخشب بقى واذاعوا اللي حصل كله. وشافوا بقى من خلال الكاميرات، والولية دي اتدلعت على الاستاذ عشان تعرف منه اذا كان هو اللي علمه خدعة دمج الحيوانات والبشر دي ولا لا. فعمل فيها شبح وقال لها طبعا انا اللي علمته. فقالت بس تبقى تعلمني بقى يا حبي ها. وتانجي بيبقى مش عارف ده حصل ازاي، وشياوبي قالت له ان الولا قوته الروحيه اندمجت مع قوه الكلب ونفخوا ليانج، وطبعا كده خدعهم في اخر لحظه وعمل حاجه ما كانتش متوقعه خالص. فقالت له انه في هيكل النار دلوقتي، وفي ثواني اعلنوا ان فصيل 60 استولى على هيكل النار كمان. ايوه بقى. فبص لهي قال له ما تبصليش كده، انت اللي قلت لي تعالي. وسالها على باقي الفريق، قالت له ان تشين متلقح جنبها والتخين بيحرس هيكل الخشب وما تعرفش سون فين. فقال لها ما اكيد عرفت تهرب من الميه. وقالت له انها هتمشي عشان المدمجين استولوا على هيكل النار وجايين على هنا. فامر هي انه يجري بسرعه على هيكل التراب، وكلم جينج كمان وقال له يروح هيكل النار بسرعه عشان يرجعه. فقال له امرك يا ريس. ووقف وقال لنفسه ان هم كده ناقصهم واحد، بس الفريق التاني كمان ناقص واحد عشان الدمج اللي حصل ده، واكيد قوة الدمج الجبارة دي هتضرهم، ولو استولينا على هياكل اكتر هيكون في مصلحتنا. واكيد بعد كده هيجي يستولى على هيكل المايه كمان، بس لو جبتهم كلهم هنا يدافعوا عنه هيمرمطهم، والحوار مش مستاهل يعني. ده باقي الهياكل ما عليهاش حد يدافع عنها فهناخدها، هم يتجنبوا المدمجين دول بس وكله هيبقى تمام وهنكسب. وكلم البت قال لها تقابله في هيكل الخشب وتبعت له تحركات المدمجين اول باول. وبعدها البيه بيروح بقى يفوق تشين وبيقوم مسروع من المنظر، وحط السيف في الفتحه وقال له مالك يا اسطى عامل كده ليه؟ فقال له اصل اندمجت معاه. وبيبداوا بقى عد، فقال له حلو ده احنا كده خلاص لو استولينا على ده كمان هنواجههم، وخلاص بقى هيكل المعدن كمان بتاعهم. ونزل فيه احضان من الفرحه وعايزه بقى يضحك بالعافيه، وهو ما ضحكش قبل كده اصلا، والسبب ابوه بس اللي يعرفه. وفجاه قالوا انه فصيل 59 استولى على هياكل الخشب والنار ورجعوهم لورا تاني ولاد فوانج ادرك ان تانج ضرب عصفورين بحجر واحد، مع انه عارف ان عشان ياخد الهياكل لازم زي ما هي متوزعه على الخريطه، ويلا بقى يستحملوا قوته اللي بقت زي الوحش ده. والكلب برضه مش مستوعب كميه الطاقه دي كلها، وقال له يا عم هتضيعنا كلنا، وهو مش همه غير انه يسرع عشان يستولى على كل الهياكل. والاستاذ قال انه حتى لو سريع لدرجه انه يوصل للهياكل كلها في لحظه لازم يستنى 10 ثواني عشان يبداوا يجمعوا النقط. وبعدها سون بتكلم تشين وقالت له ان
جو هرب من هيكل الخشب ومعاها دلوقتي ودافع عن نفسه وقال له انهم هجموا عليه فجأة فكان هيتخانق معاه فسكتته عشان الواد ما غلطش. والمهم في المسابقة دي استولوا على الهياكل مش يضربوا بعض. وجو قال لها ان شيا وبي عندها قوة المراقبة وبتعرف اماكنهم كلها وعرفته مكان سون. وطبعا هي مدركة ان الميزة الوحيدة اللي حيلتهم هي وجود وانج معاهم واكيد هيتجنبوه. فبتتفق معاهم انه لو وانج استولى على هيكل هيكونوا عندهم هيكلين في ايديهم بس برضه لسه ما كسبوش كده. فكده هيعتمدوا على تشين ياخد هيكل كمان وما بيصدقش طبعا وبيفرح بعضلاته. وكمان شافت الهيكل القريبه من الميه ولقت ان هيكل التراب مهم قوي وعشان كده سايبين اقوى مساعدينهم هناك. فهي وجو هيهاجموا نقطه ضعفهم ودي لحظه انها رايحه هيكل النار. فقال لها ده بعيد عليهم على فكره وده معناه انهم لو راحوا من هيكل الخشب اكيد هيعدوا على هيكل التراب اللي هي بيحرسه. وجو بيفلق فوق الميه ونط على الارض عمل زلزال بحجمه ده وقال له تعالى لي يا حلو. وبقى يتنطط قدامه وقال له ان هو اللي مرمط اخوه عشان يستفزه. وبيعلنوا ان الفصيل 60 استولى على هيكل الميه. راح متغاظ وبلغ جينج انه لو ضيع هيكل النار من ايديهم هيرفدوا من اتحاد الطلبه. راح داخل يجري على جوه والتاني قاعد بيفتكر وعده ليه انه لو سمع كلامه هيحقق له احلامه. فقال بس كده دوري جه. والتانيه بقى بتبقى بتحط السيف في الفتحه وده بيجري عليها زي الطور فبيحدفوا بجمل خشب. وتانج قال لي هي ما دام هنفوز يبقى مش مهم هتنفذ الامر ازاي. وبعدها راح لتشين عشان ينفذ الخطه. وبنرجع للمشكله اللي بين سون وتانج وهم صغيرين وكانوا معزومين عندهم والبنت عايزه تحافظ على كرامه ابوها. ولما وصلوا ما كانوش طايقين بعض وجم يسلموا قلبت معاهم خناقه بتتعلق بشرف العيله واستمرت الاف السنين من غير ما يعرفوا مين الفايز. والبنت بتبقى نازله بالسيف الفاتحه وبتصرخ وبتفتكر وهي نازله على الولد بالسيف برضه. والمشكله ان الواد بيتكعبل من الجمله دي بس بتيجي في البيت. فشكروا على الخدمه اللي عملها له دي وبتبقى قاعده زعلانه عشان بتفتكر كلام ابوها انهم ما ينفعش يخسروا قدام اللي هانوا عيلتهم 14 سنه. ففائت بقى والتاني لسه بيجري علشان يمنعها. فبيقاتلوا بعض بقى وبتيجي تضربه بيجي مساعد تانج وبيكسر سيفها فبيجي لها سيوفها التانية. فالبارد ده جه بقى وقال لها خلاص بقى ما تحاوليش مفيش امل تكسبه. وجينج قال له انت جامد يا ريس كل خططك بتتحقق اهي هو هتفوز. فرزعه بالبنية عشان كان عايز يفوز فوز ساحق يعني بس قال مش مهم هقبل ب4-1 وخلاص. وقال له ما يقلقش عشان في 2 منهم هنا و2 عند هيكل الخشب والتراب والاتنين بيستغربوا بس بتفسر له كلامه ده انهم هيحاولوا يستولوا على هياكل علشان يفضلوا توب التوب. ولو ده حصل اكيد هيتخلوا عن الدفاع عن واحد من هياكلهم. وهي بيعرف انهم هيستولوا على هيكل النار فلازم يروح هو هيكل المعدن ومكانه هيبقى فاضي بقى. وقتها تانج بيكون مفلق ومش عايز يسيب المكان فاضي وكمان هيبعت البت على هيكل الماء. قال يعني هتقدر على وانج هو الكلب لابسه كده يعني بس بيتضح انه هيبعتها للمراقبه مش للهجوم. وده لانهم لو عرفوا تحركاته راح يستولى على الهيكل اللي محدش بيحميه هيروحوا هما مكانه على طول. فجو قال لها يا لهوي ده احنا كده مستحيل نكسب ما عشان كده لازم نستولى على الهيكل يا ولا ولازم تشين كمان يحافظ على هيكله. وقتها بيكون في قتال مع هي وبقى كل همه يمنعه يدخل السيف مش يضربه خالص. فقال له مالك يالا بتهرب مني ليه كده تكونش مش راجل. فافتكر وهو صغير لما ابوه مرمطه عشان ما يبقاش جبان وكان بيصوت ويقول له خلاص خلاص مش عايز اكون مدرب كونج فو تسلم يا بابي. فبيضحك عليه وقال له ما كنتش فاكرك هفق كده خالص ده انت هتتنفخ في المسابقه دي. وبيبص بيلاقي ورقه الشجر نازله وقع عليه بس ملمسها معدني فبيفهم ليه سموه هيكل المعدن. وبيطلع طاقته السلبيه وبتعمل رياح جامده قوي وبيسحب بيها كل المعادن دي وبتهجم عليه. وبقى يصد المعادن دي كلها بسيفه ومستحلف ما يتخلى عن الهيكل ابدا وبقى يزود الطاقه زي المجنون والواد اتعور في كل حته. ودول بيعرفوا ان هي بيقاتل ضد تشين بيقلقوا عليه فقالت له امشي انت بقى وسيب لي الموضوع ده. فبيقف بعيد وبيطلع سيفه احتياطي وده بقى واقف بيتريق انها معهاش الا 5 بس من سيوفها هتعمل بيهم ايه يا عيني. فقالت له تعالى لي يا حلو بواحد بس. وافتكر لما كانت بتعيط عشان خسرت وهي صغيره فقال لها يلا يا فاشله. وهجم اول واحد وصدته وهوبا قوه سيف جو اشتغلت اخيرا عشان هو بقوه خارقه ومش بيشتغل غير في اللحظات الصعبه لما خلاص لازم قوته تتدخل. وده بيكون تعب والتاني قال كفايه عليا كده وراح يحط سيفه فمنع وهو تعبان. وابو وانج قال لها كفايه كده الناس حياتهم في خطر يا جماعه في ايه. فقالت له اهدى يا حاج احنا عاملين حمايه للطلبه. قال لها لا يا حلوه حياه الناس في العالم كله في خطر ودول بيبقوا مكملين. فقال لها اهدي ووفري طاقتك للاحتفال بفوزنا. وده
بيكون ماسك فيه بايديه واسنانه، فبينزل ضرب فيه وراح ناحيه الفتحه وبيزعل مش عايز يخذل صاحبه. يا عيني يا ابني. والبت بلغته ان في قوتين جايين بالقرب من هيكلين المعدن والنار، وانهم من الوادي التخين. ويا دي النيله دخل سيفه، بس بص قدامه لقاه واقف له بقوه عجيبه، والتاني جو بيطلع له روح السيف بتاعه ولع يا معلم، وبيكون طلع القوة دي كلها أرواح سيوف تانية ودخلت جواه كمحفز. فالبت العفريتة بتاعتها ظهرت وقالت لها أنا تحت أمرك، وكلهم بيترعشوا من الرعب، وده بيهجم على ده والدنيا ولعة على الآخر. وتانج لاحظ إنها مش سون وبتتأسف لأبوها عشان ما بقتش قوية، بس لقت الحافز اللي هيخليها أقوى. يا ده طاقته السلبية مش بتستحمل قوة شن وبتتفرقع، فبيروح يرمي له سيفه وقال له كفاية عليك كده بقى. وكده فصيل 60 بقى سابق بنقطة، وفجأة استولوا على هيكل الخشب كمان وبقوا نقطتين يا معلم. فهي ما استحملش الصدمة يا عيني وشج خلجاته. يا بوي ايه ده بقى، ده الولية طلعت منه. وسون قالت لوانج ان احسن نتيجة ممكنة اننا ناخد هيكل النار وتشين يحافظ على هيكل المعدن، والنتيجة هتكون 3-2، بس برضه مش هنلحق عليهم، وعشان كده مفيش قدامنا الا حركة واحدة لضمان فوزنا ومن الاخر ومحدش يقدر يعملها غيرك يا باشا. والبت شافته وقالت هو صحيح هو بقى جامد فورتيكا كده دلوقتي، بس هو لوحده، ولو راح هيكل تاني هتقدر هي تاخد ده، والنتيجة هتتحدد ان هي ياخد هيكل المعدن. وفجأة بتسمع ان الفصيل 60 استولى على هيكل النار. ايوه بقى عدوهم وهزموا الرئيس بتاعهم كمان. والبت قامت تجري عشان لو خدوا الهيكلين اللي معلهمش حماية هيروحوا في الباي باي، وبتكلم هي يرجع هيكل التراب بسرعة. ولسه بتتحرك بتسمع انهم استولوا على هيكل الخشب كمان وبقت 4-1 ليهم. يا نهار ابيض على النتيجة. بص على اللوحة 60 نفسه مفتوحة. وساعتها بيكون وانج اللي عملها لما سون عرفته ان قوته الاصلية ضعيفة جدا، فلما ينفصل هو والضفدع هيختفي بسهولة من قدام البيت، والضفدع هيتحول لهيئته البشرية وهيفضل في هيكل المية. قال يعني وانج قاعد، فالبت لسه بتفكر مين اللي عملها، لقت الضفدع رعب امها، فبتصوت يمكن حد ينجدها لان قوتها الروحية ضد البشر بس، وعرفها ان الشبكة اللي عملتها هي اللي عرفته مكانها وودت نفسها في داهيه العبيطه. وعلى الرغم من انهم خلاص يعني قربوا يكسبوا، بس ابو وانج قلق اكتر عشان من صغره ما بيهتمش لا بالنجاح ولا بالفشل ولا حتى بين قوته الحقيقيه يعني، وبالنسبه له كله زي بعضه. احمد زي الحاج احمد يعني، لا عامل صحاب ولا حتى فكر يحب. ومحدش لاحظ ان الضوء الخفيف بقى شمس وكان على وشك يولع نار كمان. وبعدها جو بيروح هيكل المعدن يلاقي تشين متعلق وطالع ميتين ويا عيني، والتانيه بتكون فرفرت خلاص والكلب سابها مش عارف فيصت بسرعه عليه. يلا يا شباب اخر زمن. ووانج وصل الهيكل الاخير بقى وفرصته انه يدخل السيف، وبيكون جواه مشاعر متلخبطه كده كتير وبيحاول يمنع نفسه، فبيتخيل فرحته بالفوز مع صحابه فحطه في الفتحه على طول، وبقى حاسس انه كل ما يمنع نفسه من المشاعر دي تهجم عليه تاني، وبيفتكر كل لحظاته مع حبيبه القلب. وهوبا الغاليه جات بقى وشكرته على كل حاجه ومسكت السيف معاه، وخلاص العد التنازلي بدأ. الفصيل 59 كده معهوش اي حاجه والموازين اتقلبت خالص، بس ابوه برضه ما بيطمنش وقال لهم عايز اشوف اللي بيحصل في هيكل المعدن ضروري. فبيلاقوا جو بيولول على صاحبه والواد قاطع النفس، فالاستاذ قال لتشي هي دي الحمايه بتاعتكم يا مدام، فقالت له ان دي للطلاب الصغيرين لكن ده خبير. ووقتها سون بتحاول تضحك وانج ويفرفش كده، وفجاه رئيسه الظل جت وخلصت عليها بعد ما الواد خلاص حبها. ده احنا ما صدقنا يا جدعان في ايه، فجت في حضنه ووقعت وبس كده قوته الحقيقية هتبان وهيولع فيهم كلهم. فالكلب بيجي بسرعة وبيوقف الوقت عشان يهدى شوية، ومفيش فايدة برضه مش قادر يوقفه، فبيديها بالبوكس وقامت له هي كمان وبقت تطير في الجو وتعمل له شقلباظات وتضرب فيه ما بتتهدش، فضربها ضربة طيرتها بره الغلاف الجوي تقريبا كله. يا نهار اسوح، ده ولا الوحوش ما خلاص يا عم انت. وبيكمل ضرب فيها وما بيهداش خالص، غريب الحب مين فاهمه، وبيهبدها على الارض تاني وبينزل عليها بكل طاقته، فبتوقفه وبتستفزه بقى زي المجنونه. فافتكر الغاليه واخيرا فاق وراح يدور عليها، والمجنونه دي عايزاه يرجع يخلص عليها. وراح يشوفها الكلب قال له ما تحاولش معاها عشان الوليه دمرت روحها وجوهرها كمان يعني. فقال له بس لسه عايشه ممكن ننقذها لازم نشوف حل. فقال له خليك منطقي هي لسه بتتنفس بس عشان انا وقفت الوقت، ولما الغي الحيله بتاعتي هتموت خلاص. فقال له لا ما تقولش كده انا مستعد اضحي بكل قوتي عشان خاطرها. وقال له للاسف ما اقدرش اساعدك غير اني اوقف الزمن للابد وتفضل هي على حالتها دي، او ترجع للماضي بقى وحياتك القديمه. فقال لا مش هقبل بالخيارين وهرجع العالم من جديد.
وقالوا له انها كده ماتت خلاص يا ابني، وان الحيله بتاعت التصليح دي بتاعته ما تنفعش ترجعها تاني. فضرب بايده في الارض، طلع طاقه رهيبه وهو ندمان انه ما خلصش على رئيسه الظل من بدري. فسال الضفدع اذا كان يقدر يتحكم في الزمن ولا لا، فقال له انا يا دوبك اقدر اوقفه بس مش اكتر يا ريس. فقال له طب وينفع نرجع للماضي؟ فقال له ايوه، بس الموضوع ده محتاج قوه روحيه جباره، ولما ما بيلاقيش حل بيقرر انه يعكس الزمن، رغم ان ده ضد قوانين الطبيعه يعني. وما هموش المشاكل، وقال يعني هيحصل لي ايه اوحش من خسارتي ليها. ورجع اندمج معاه تاني وبيعيد تشغيل العالم فعلا، والاحداث بتتكرر تاني من اول وجديد بكل تفاصيلها، ما عدا اهم حاجه بالنسبه له ان سون ما تبقاش موجوده في الاحداث دي. وبيعمل التفاصيل دي مع ناس تانية، وبيستغرب جدا لما ما بيلاقيهاش في الفصل كمان، لدرجه انه شاف ليموزين تخيلها جواها وراح وقفها، بس لا، العيال الغتة دي اللي هي فيها، فدموعه نزلت يا عيني. والحقيقه انه في الحياه الهاديه اللي كان بيحلم بيها بس في عالم مختلف، عشان لما حيلة الزمن بتاعت الضفدع اندمجت مع حيلة الفضاء بتاعته، وطبعا بالكمية المأهولة دي من القوى الروحية، عملوا عالم تاني خالص. والعالم ده بياخد كل حاجة من العالم القديم، فالقديم بيتدمر كله. وبما ان الزمن اتوقف، مفيش حد في العالم القديم هيعرف يقلب الموازين، وسود بتكون راحت العالم السفلي وبيقدموها للملكة بقى. ولقيتها صغيرة قالت دي اتخطفت بدري يا عيني يا بنتي، وبيقدموا لها ملفها وفيه كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بيها، وبيشوفوا الدي ان ايه بتاعها، بيترعبوا منها عشان لقوها من نسل معلمهم. فبتطلب من الحارس يرجعها بسرعة، مش عايزين خلاص. ودول عايشين حياتهم بقى في العالم الجديد، وبيعيشوا معاه كل حاجة كان بيعملها معاها تقريبا، وبيلعبوا لعبة تقول لهم ايه اللي هيحصل لهم. ودول بيقعدوا بقى يعيطوا زي الهبل عشان واحد قتله هتسقط، والتاني هيقابل حب عمره وهو 40 سنة بس يعني. وانج بيجرب في التمثال بيتكسر من قوته لدرجة ان حياتك هتبقى تحفة يا حبي. وفعلا بيرجعوها للحياه على اساس يعني بتحصل يعني. والولد قال لاصحابه انه متاكد انه ما جاش هنا قبل كده، بس حاسس انه جه مع شخص مميز جدا كمان. فقال له اهدى بس وخدوه طلعوه المرجحه. والولد الصغير العفريت ده بقى يوريها اللي وانج عملته، ده عمل عالم جديد مره واحده عشان خاطرها، وانهم لو ما فوقهاش في الوقت المناسب العالم ده هيختفي. وده بيكون قاعد في المرجحه بيعيط وزعلان على الاخر. وده بقى الواد بيتحول لها سيف عشان تدمر العالم الجديد ده وتوصل له، وبتطير بقوه هايله وبتقعد تخبط وترزع فيه وتنط من هنا لهنا وتقول له اصحى يالا مفيش وقت. وفعلا بيصحى وبيفتكر بقى كل التفاصيل اللي حصلت ما بينهم. وصاحبه قال له يلا بسرعه روح لها عشان مستنياك. واخيرا لقوا بعض وهنخلص من الذل ده يا جدعان يا اختي. وبنرجع بالزمن تاني الوقت مفاصيل 60 استولوا على الهيكل، والتاني اتجنن والوليه طلعت منه ما بقتش متنكره، وجت تتحرك ساعتها راحت وقع في حفره على شكل ايد وانج. وساعتها استولى على اخر هيكل وكسبوا في المسابقه اخيرا. ده احنا طلعت روحنا بشر. وبعدها راحت تحتفل معاه والاعلام اتلم عليها، وبيلاقي نفسه مش عارف يستخدم حيله التصليح بتاعته دي، وده عشان يتصرف ضد قوانين الطبيعه. وحصل لخبطه في نبضات القوه الروحيه وما بقتش زي الاول. والواد ده وراهم عوالم عملها وعمل عالم جديد بدمج الزمان والمكان. والضفدع قال ان ممكن يستخدموه لعكس الزمن، وساعتها مش هيبقى له ذكريات مع سون. وبتوافق عشان انقاذ العالم بالنسبه لها اهم من اي حاجه، بس عمرها ما هتنسى ذكرياتها معاه. وايوه الحاج وصل وجاب له التميمه اللي كان وعده بيها. والضفدع قال له على فكره انت بمجرد ما تحطها هتنسى الحب وسون واللي خلفوها. فقال له موافق، المهم السلام العالمي. الله عليك يا فخر اليابان. وكده يبقى ده اخر ملخص في حكايه الشاب المعجزه الموسم الاول. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم باقي حكايه وانج والملخصات اللي جايه كمان. سلام يا احلى متابعين.